ازيكم عاملين ايه؟ ورجعنا لكم فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض البانيه بطريقه سهله وبسيطه. ده نص كيلو من البانيه زي ما انتم شايفين كده. تمام. دي طماطمايه، بصلايه، 4 فصوص ثوم. زي ما انتم شايفين دي التوابل اللي هنحطها. معلقه ملح، نص معلقه فلفل، نص معلقه ثوم باودر، نص معلقه بصل باودر، ونص معلقه كاري. تمام. هجيب المبشره ابشر الكلام ده كله على البانيه كده اهو زي ما انتم شايفين كده. هنا خلاص بشرت الطماطم والثوم والبصل. تقدروا برضو تعملوهم في الكبة، يعني على حسب ما انتوا عايزين. انزل بقى بالتوابل زي ما انتوا شايفين كده اهو. حطينا التوابل، هقلبهم بقى مع بعض. معلش هنا ايدي بس جت على الكاميرا اهو. هنا خلاص قلبتهم زي ما انتوا شايفين كده. هركنهم ساعة عشان يشربوا التتبيلة. عادي ممكن تحمرهم، تحمروا على طول. ده او ده ينفع يعني، بس الاحسن ان هو يتساب ساعة. هنا خلاص حطيته ساعة ورجعت لكم اهو. اهو هجيب طبق اطلعه فيه. هطلع كده البانيه كله اهو. طلعته زي ما انتم شايفين كده. تمام. ده الطبق مطرحه طبعا زي ما انتم شايفين اهو، الثوم والبصل والحاجه. هجيب بيض. تمام. جبت بيضتين وحطيتهم اهو، وزودتهم نص كوبايه ميه زي ما انتم شايفين، ورشه من الفلفل ورشه من الملح. تمام. انا بقى احط على البيض ده حبه ميه عشان بس ما يبقاش تقيل، يعني ما يبقاش لزج قوي في قطع البانيه كده. زودت شويه ميه. هنا ده الدقيق والبقسماط زي ما انتم شايفين كده اهو. خدت اول حته حطيتها اهو في الدقيق. تمام. انا هقرب لكم برضو عشان تشوفوا تبقى واضحه لكم اكتر اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. ببدرها بالدقيق كويس، حاجه كده سريع سريع اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. نزلت في البيض اصفيه كويس اهو. انزل بقى بقسماط فيجيتار اللي موجود عندكم، ده او ده ينفع يعني اهو زي ما انتم شايفين كده. هطلعها بقى اهو. هنا انا عملت اول واحده، هوريكم برضو واحده كمان. تمام اهو زي ما انتم شايفين. الطماطمية مع البصلاية بيدوله نكهة حلوة كده مع الثوم، بيدوله نكهة جميلة في الطعم صراحة. وما بتحطوه في الدقيق كده وترجعوا تحطوه في البيت زي ما انتوا شايفين كده، وارجع احطه في البقسماط. بيعمل لنا كفر خارجي حلو على القطعة يعني، بيخلي القطعة سميكة معانا كده وحلوة اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. هخلص الكمية كلها بقى وارجع لكم اهو. هنا خلاص خلصت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده. تمام. يا رب تكون واضحه لكم. ممكن تشيلوها في الفريزر وتقلوها تاني يوم في اي وقت، تطلعوها قبل ما تسووه بنص ساعه. ماشي. انا بقى هعمله في ساعتها عشان كنت مستعجله اهو. زي ما انتم شايفين جبت طاسه وحطيت فيها زيت اهو. اهو الزيت ابتدى يتقدح معانا زي ما انتم شايفين كده اهو. هنزل بقى بقطع البانيه. الناس بقى اللي بتشتغل والكلام ده ممكن يحطوه في الفريزر ويخلوه على القلي على طول اهو زي ما انتم شايفين كده. هو صراحة عامة يعني سريع، يعني يتعمل معاكم بسرعة برضو. حبيتوا تعملوه يعني زي ما انا ما عملته كده وتقولوا على طول. هسيبهم بقى لما يستووا دول. تمام. وارجع اقلبهم معاكم.
تمام. هنا خلاص استووا من تحت زي ما انتم شايفين كده. هقلبهم معاكم اهو. تمام. هقلب بقى كله كده. شكل البانيه صاحي، بصوا مش عايز يتقلب. اهو الحمد لله اتقلب اهو زي ما انتم شايفين. هقلبه بقى كله وارجع لكم اهو. هنا خلاص قلبته زي ما انتم شايفين كده واستوى اهو الناحية التانية اهو. طلعه بقى معاكم. بصوا مش عايز يطلع اهو. الحمد لله مسكت واحدة. صفوها كويس من الزيت زي ما انتم شايفين كده. بصوا مش عايز يطلع. مش بقول لكم البانيه صحي اهو زي ما انتم شايفين كده. هطلع بقى بقية الكمية وارجع لكم. خلاص هنا اهو طلعت اللي انا كنت حطاه. هنزل غيره بقى اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هنا يا جماعة انا كنت شايلة عيون البوتاجاز غسلاها وكده. ففي عيون ركبت، كنت مستعجلة فركبت العين عشان اعمل الاكل بسرعة، وبعد كده خلصت البوتاجاز يعني اهو. هنا قلبته زي ما انتم شايفين كده عشان الناس بس ما تستغربوش لما ما تلاقوش العيون موجودة يعني اهو. تمام انا قلبته كله. هسيبه يستوي وارجع اوريهولكم اهو. خلاص استوى. هطلعه بقى معاكم. صفوه بس كويس من الزيت اهو. اطلعه بقى وارجع لكم اوريهولكم اهو. كده يكون خلص البانيه معانا. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم متنسونيش في اللايك والشير. تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني اهو. سريع وسهل. استنوني في فيديو جديد مع ام رودي. باي باي.